اللي جبناه اليوم ديبيتي كبير، قلق بزاف، يهضر بزاف، سليمان سعداوي، نحبوه. ايوا سيدي يعطيك الصحة. ولكن اليوم نحطوه عندكم نقابلوه، سيو نشوفوا لو فون ديالو. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. نقاش على المباشر يستضيف اليوم شخصية مثيرة للجدل، يطرح الكثير من الأسئلة، لا يعرف له لون سياسي. اليوم معنا النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد سليمان سعداوي. أهلا بك سيدي. أهلا. يقال أن سليمان سعداوي يعني لم يفصل في لونه السياسي، مرة يكون في المعارضة ومرة يكون في الموالاة، مرة بلال دخل دخلة واعرة باه يلعب على المورال تاع سعداوي. يا درا راح يقدر يقلقو ولا لا؟ الفترة اللي قضاها في البرلمان علاش حتى الآن مازال ما تبتش لون سياسي له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مانيش عارف التسميات أولا منين جبتها أنت لو خليتني في ما نهضر في السياسة ندافع على روحي. لا هذا اسمع، هذا درك أنا ما كنتش نتسنى تخرج هذه الخرجات اللي دايرين كيما رانا. قال ودي حنا رانا نشوفوك تهضر مع المعارضة وتهضر للموالاة. نهضر للمعارضة نقول لهم لك انا هذا سي سليمان هذه كانت مقدمة، ولكن انت آلاف من الجزائريين والجزائريين يشاهدون كي دير المقدمة كصحفي راك تعطي للناس أطروت عليها يبنوا تصوراتهم. راني نقول فوق، راني نقول لك التقديم اللي درته فوق ما يصلحش. انا راجل، انا بنادم ديبيتي جاي عن من منطقه فوطا عليا شعبها زين ولا شيء، فوطا عليا شعبها، راني نناقش في المعارضه والموالاه. سعداوي بدا يطلع له الغاز وبلال راهو يزيد له في الضغط. انت نقول فيك كلام نقول لك اودي انت سميتك اسد السياسه. يا ودي لا تسميش اسد السياسه، خلي الامور تسمي روحها. تقبل انت نقول لك اي تسميه في الصحافه؟ تقبل انت نقول لك درك انا نولي انا اللي نسالك؟ مانيش ندخلوا في موضوعنا. ادخل دي لا بصح انا راني نقول لك خصني ندافع على روحي. الا كان انا ما نقدرش ندافع على روحي نمشي نروح لدارنا. قول لي يا ودي، حنا شفناك باللي انت ما عندكش كولار بوليتيك، تنتمي للجبهه مره ودي خطره تعارض المعارضه. وليت الكلامي يا ولا بصح انت ما ديرش المقدمه اللي فيها سميوات، فيها توصيف. خليك من التوصيف. الان انا سميتك اسد السياسه، ان شاء الله تخرج عليك نكملوا بها الحديث. يا ودي خلينا من هذه سموها الشيت هذا، كنت راك باغي ترغب فيا باش تقول اسد السياسه، سميني كما انا. قال يا ودي خبرنا هذه المواقف راها تتارجح بين خطره تنقض المعارضه، خطره كذاش سمعت؟ قال هنا نجاوبك فيها. صح باش السعبي يتصور عليا قال ودي راه قال له في البلاطو هذاك تاع الصحافه تاع قال له كذا ويقعدوا عديان الله يبنسروا بها. يا ودي بصح انت انا ما كنتش النقاش ديالنا لا النقاش انت نورمال وتعرف واش راك تحط. راك تهضر مع بنادم شاريون نص عنده احساس برلماني جايب عن الشعب، حط لي الاسئله نورمال. قال يا ودي واش راك فتوى راك تقول هذا الكلام وراك تقول هذا الكلام وجاوبك. سي سليمان المخرج يقول لي نروحوا لفاصل صغير ونعاودوا. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل صغير ثم نعود. هو برلماني ورجل أعمال، نشاطه مشبوه في ولاية الجنوب. عشقه للشكارة وحبه للسلطة وحلمه بالاستوزار جعله يبيع كل شيء. له شركات في 3 ولايات، بازا، تيارت وبشار. يدعي أمام أبناء بلدته أنه فقير، غير أنه اشترى عقارات في سلطنة عمان. يقطن حاليا بفيلا فخمة في منطقة الشراقة بالعاصمة رفقة زوجته الثالثة الجامعية. إنه النائب عن الأفلان سليمان سعداوي. ونستغل خبراتكم العلمية. مشاهدينا الكرام نعود بعد هذا التقرير. الآن معنا السيد سليمان سعداوي نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، يجيب ربما سخن اللعب وسعداوي باين راح يقلبها. شنو هذا؟ بالك باللي واش راكم في الدنيا ولا في الاخره؟ واش هذه تيبازا والالمان والطاليان والعقارات؟ الان معنا سي سليمان، تفضل سي سليمان، لك كل المجال باش تجاوب على هذه الاتهامات. ربما مانيش عارف اذا كاين امور تلفقت لك في هذا الفي ار. هذا نورمال ويمشي للحبس، هذا اللي راه يدير هذا الشيء، هذا اللي عباد الله يجرمها. هذا واش عارف اللي كان رب ولا والو، هذا اللي باغي يوري سبحان الله وبحمده. يا خويا باغي يهبلونا. كاين بشر في الصحافه اللي يقول الكلام ذا.
يطلق يجني على عباد الله. يا سي سليمان يا ودي والله ما نستعرض بك يا ودي. شوف اقسم بالذي لا اله الا هو لا هذا ملك هذا البشر كل يدخل الحباس. سي سليمان الا تدخل واحد عندها العقاره في تيبازا وين نعرف انا تيبازا هذه؟ انا وين نعرف دبي؟ شكون الذي يقول الكلام هذا؟ سي سليمان اقرا معنا العاجل الرئيس بيان رئاسه الجمهوريه انتخابات تشريعيه مسبقه خلال اشهر. الرئيس بوتفليقه قرر حل البرلمان بغرفتيه وقرار الحل جاء بعد تعديل الدستور. بيان رئاسه الجمهوريه الانتخابات التشريعيه المسبقه خلال اشهر. انت مقبل سي سليمان قلت لي بلي ما نتوقعش انه رئيس الجمهوريه يحدث اي تغيير حكومي والا اي تغييرات. الان يشار لي في الاستوديو انه التغيير تم قبل ذهاب رئيس الجمهوريه الى جنيف. اليوم واش يقولنا سي سليمان البرلمان وراك غادرته. اليوم نتكلموا على سي سليمان كمحلل سياسي ولا كخبير. يا بلال انا نتاسفوا لانك اليوم كي ندير نهضر على رئيس الجمهوريه وانا تفاجات بحاجه مانيش عارفني. انا ذاك الشعب غادي يدوخ يقول اودي البشر ذا اللي كان يقول لنا باللي الفقراء وكذا هو راه عندها البلاد. هذه حقيقه. هذه حقيقه سي سليمان راك حابنا نخبيو يا سي سليمان تعرفني بلي انا نحبك وتعرف هذه الحقيقه انه انت عندك شركات والله العلي العظيم انت تدخل جهنم. اقسم بالذي لا اله الا هو ان تدخل جهنم انت. والله انت تدخل جهنم. والله الا انت مبشر بالفساد. والله انت تدخل جهنم. انت يا سي سليمان انا تعرف شاك تقول على بالك تدير روحك اللي عارف اتهامات كيما هذه راني نقول بالعام يتحرك. راني نقول لك راني نتهمك على المباشر. اقسم بالذي لا اله الا هو. لا انت يا شوف لا روح ارفع علي دعوه قضائيه. انت شوهتوني. التحقيق القضائي سي سليمان كلامك كان على المباشر والمصدر القضائي الان النائب العام يقرر فتح تحقيق قضائي في قضيه البرلمانيين الفاسدين. خلينا نقولها اليوم على المباشر. لا قولها علي انا ماشي البرلمانيين الفاسدين. يشار لي الان انه النائب سليمان سعداوي ضمن القائمه. هذا الكلام اسمع هام الكاميرات قدامك. خلاص راني سمعتك. اقرا العاجل راني سمعتك. انا راني نقول لك والله ما نستعرف بيك. والله ما تكون عندي ولد مؤسسكم ما تدفعش عليا دعوه قضائيه. وانا ما نرفعش النائب العام راه حرك دعوه قضائيه. انا نقول لك باللي يقول لي اللي دار التقرير والله ان نرفع عليه دعوه قضائيه. تشهيرك اللي دار التقرير معاك بلال كباش قرا التقرير بلال كباش انت هو. اذا والله نرفع عليك دعوه قضائيه. راني حلفت لك بالله حرك النائب العام. انا نرفع عليك دعوه قضائيه. انا والله العلي العظيم نرفع عليك دعوه قضائيه. سعداوي راه يهدد ربي يسلك على خير. الشعب الجزائري كنت تسمعوني يا الشعب. شوفوا اذا لقيتوا عندي الشركات خرجوني في ساحه عموميه وحرقوني. والله نضرب على روحي. هذه صحافه. نروحوا الفاصل. هذه ما تروح لا صحافه لا فاصل لا والو. خلينا نروحوا الفاصل. خليني ندافع على روحي سبحان الله وبحمده. انا نعرف تيبازا. وين نعرف تيبازا؟ نعرف دبي انا. يلا خرجونا في الشارع. يلا الصحفيين نتوما يلا درك نخرج انا وياكم الشارع وجيبوا اللي تبغوا ياك ويلا نهودوا للنعمه وروني هذا القضاء اللي قال لكم انا عندي الشركات. المكالمه سي سليمان سعداوي. خلينا نجريو المكالمه ربما من يشار من مجلس قضاء العاصمه ولا من المكالمه. تفضل. الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي اختي. معك سهام من العاصمه. اهلا سهام واش راكي لاباس؟ راكي تتابعي فينا على المباشر. نشكركم بزاف على هذه الالتفاته وهذا النقاش المباشر. لا هذا لا شكر على واجب. وهذا خاطر دوكا تشعل نعم خاطر دوكا تشعل التلفاز. واش السيد هذا لو قدامك؟ نعم الاخت سهام احنا نجيبوا هاد النواب ونجيبوا هاد المسؤولين نحطوهم امام الشعب الجزائري لانه ربما ما يثار حولهم او ما يقع داخل غرفه البرلمان ولا يخدعوا الناس بفقرهم او هذا الشيء. نعم احنا نجيبهم. تفضلي الاخت سهام تفضلي. نعم الاخت سهام. نعم الاخت سهام. حبيت نهضر عن المباشر مع السيد لو قدامك. تفضلي. نعم يا سي سعداوي. عقلتني ولا ما عقلتنيش؟ لا ما عقلتنيش راك سيغ. تعمين ندخل في خيط تاع التليفون باش نعرفك. راكي على المباشر ويقعد على المباشر ونطلب من المخرج ما يخرج لا فاصل ولا يصير انقطاع. ما كان لا فاصل ولا محزن. تفضلي ما تبقاش نهضر سي سليمان الله يخليك. علاش راك تقطع في الهضره؟ قولي واش راكي كاين؟ واش اسمه سعداوي؟ واش اسمه
واش تسوى؟ تفضل. ما عقلتنيش انا هي اللي امي في الدار. اسكت الله اكبر، رانا في داعش هنا. ايه اسمعي. لا خليني الاخ اللي ما قطعتش، خليني نكمل الهضره ديالي، خليني باش الناس كامل يعرفوا هذا الشخص هذا واش يسوى. ربي يجعل له الخير. راهي دخلت فيها ميمي. باش يرد. شوفي يا سمعي. لا لكن انا نقول لك كيف الليسته تاع جهنم؟ نائب العام سمعي الليسته تاع جهنم فيها انت يا فيها انت يا بعدا. انا هي ميمي. شتا هي هذه؟ علاش انت صفار؟ اسمعي انت بعدا من حطب جهنم، وهذا بلال اللي معايا من حطب جهنم. هادو راني نقول لكم غير حاجه سهله، هاني نتحداكم هذا البارون. واسكتي علينا. سهام ميمي هكذا ميمي هو يعرفك بميمي. معليش خليه روح اودي ورا ميمي احنا كاملين مدينية السماوات واه. اسمعي انتيا والله انت تدخلي لجهنم. راني والله نحلف عليكم وراني نقول لك راني نقول للنائب العام تاع هل صكوك الجنه راهي عندك؟ النائب العام تاع العاصمه. هذه وليه راهي تبكي، هذه تضاف اللي عندك ضحيه واحده اخرى. عندك ضحيه الاخت ميمي، الاخت سهام. نائب العام راه يسمع فيك الان المباشر. ميمي وميمياتها الغشيره في الزنق غيتلاوحها ميمي. ويلت بالي يا ميمي انتي. الاخت سهام الحقيقه راح تبان اليوم ولا غدوه امام الله. واش هذه حصه ولا جنازه؟ ثم انا وليت المجرم، انا السعداوي سليمان الفاسد. سي سليمان انا اللي راني نكذب على الشعب. سي سليمان انا في حياتي ما بكيت في بلاطو ولا، لكن لما تلحق الجرائم ديالك لهذه الدرجه خلينا نقولوا باللي خلاص باسطه منكم. انت خلاص باسطه بالطليانيه هي كملنا معاكم. شبعنا منكم. باسطه بالتصرفات ديالكم، هذا الخديعات ديالكم. هذا الراجل اللي راه يهضر قولوا لنا كي داير طلع في هذه الصحافه تاع النهار. هذا قول بعباد الله، هذا بشر حفز فوقه باش طلع ذا، ولا هو البارون تاع النهار. لا يا سليمان هذا اتهام خطير. هذا اتهام خطير. ايوه روح للفصل. لا السعداوي. لا السعداوي يجوز اتهام السعداوي اللي يعرف كيف بازا ودبي، وليت انا امير، وليت انا من السعوديه. انا اليوم اني مفتخر اني كشفتك، وانه الحقيقه وجعاتك، ورجعت تتهم فيا اني بارون واني طلعت بطريقه غير مباشره. لكن نقول لك حاجه، انا نضم صوتي سيدي ربي عجل بيوم القيامه. انا نضم صوتي السهام ونقول لك وكيل ربي ثاني الكلام. هذه السهام ولا ميمي؟ سهام انت تعرفها بميمي، وانت على بالك علاش تعرفها بميمي. شوف نكونوا انسانيين معك سي سليمان، شرب شويه. انسانيه رانا معنا طالبوا الصدقه انا وانت. انت قاعد تصل البلاطو هذا وعجبك التصوير والميكرويات وقاعد تسيري في عباد الله، انا في باطل الله. علاش حنا ما نهضروش على الصحفيين؟ جميع واحد سد في هذه البلاد، جميع واحد حقر في هذه البلاد راح يكون قدامنا في هذه المحكمه. يلا المباشر. استناك ولد المره. استنى ولد المره. السعداوي راه فقد الحصانه وراهم شفلوا ريقو. الحصانه برلمانيه تقدر تحصنك. اسمع والا خليني نقول لك حاجه انت ما تعرفهاش. انا مولا 18 عام نقود المظاهرات في الجامعات في الثمانينات بلا حصانه. كيفاش وليت في الافلام يا سي سليمان؟ ما كانش لا فلان. كنت في الحصانه. ما كان لا فلان لا والو. مولا 18 عام انا في الجامعه. البارون هو انت، مو المشاكل هو انت. وهذا اللي داعي، هذا اللي داعي راك دايرها باش تبهدل عباد الله في باطل الله. واحد كيما انا والله العالي العظيم ما تقدوري، والله العالي العظيم ما تقدوري، والله ما تقدو. شوف وإلا كاين قضاء في الدولة هذه راني نتحدى النائب العام. باغي تهبني. كي كنت في الحصانه كنت تعرف قادر على المعرفه ديالك، قادر على الكتاب. لكن الان يا سي سعداوي انا خليني نقول لك سي سليمان طلعونا للجبل. اسمع هذه ميمي هذه وبنت الحاج انت وين نعرف عمارك انا، وين نعرفك يا سي. شوف يا سي سعداوي، نقول لك علاش. سي سعداوي خليني نقول لك سي سعداوي خليني. اذا راك خايف بالعائله ديالك، انا نقول لك برك خلي كلش لربي سبحانه.
ما عندك حتى ما عندك امور اللي تقدر تسوي بها الوضعيه. تسمى نعطيك الرشوه باش تسكت ولا واش؟ ما تعطيناش رشوه. لا انت هو ويا تزوج بها والله اعلم. النائب العام راه اصدر الان بيان في القضيه. اقرا العاجل سي سعد. اقرا العاجل. اسمع، اقرا الصحافي. اقرا العاجل. اقرا الامام تاع الجامع. معليش تضرب لي قشه. خذيك مني. اقرا العاجل سي سعداوي. هادو هما نوابنا سيدنا الكرام. يا ديني هاو سكي يا ديني بحال واش في هذه المشاكل اللي كنت جيبوا لنا ميمي. سيدي علاش قادرين نتوما؟ كل هاد القيامه قايمه والكاميرات على باش ديروا لنا كانت الحيه ولا هذه في يوميني هذه وكاع حنايا وتعرفنا خلي دار جيبوا لنا ميمي الله يخليك في المخرج. جاتك ميمي ولا وتعرفي وين هذه الدار؟ انا بنت عمي انا وزير السكن. سيدي علاش قادر ثاني تبارك الله. وانا نقول باللي الراجل هذا راه باغي يدير حصه ودنيا ثاني مشاركوا المخرج. واش تنقول لكم؟ راني عاد نجبد السوفل. صحة رمضانكم. تراقية وداخل فيها السياسة ورئيس الجمهورية والبرلمان والعدالة. شو نظن باللي مقلب سيدي باز الناس علاش قادر هذا. سيدي هذا سيدي هذا بلال هذا بارون هذا عندي سيدي دبي وفي تيبازا. يا ودي لا تيبازا كاع ما نمشي لها. حصول وهذه ميمي وفي صحة صيامكم وصحة فطوركم. بهذه ماشي راكم حكمتوني، راكم هبلتونا. ايه يا سي سعداوي، حنا نحبوك وعلى هذه حبينا نقلقوك. رانا حكمناك. درك عاد تصور عندك القلب تاع التصوار. سي سليمان درنا فيها العجب. مازال واحد اخرين. تابعونا برك.